ازاي تعمل صحيفة إلكترونية صديقة لمحركات البحث. من أهم عوامل المنافسة في عالم ال SEO هو الحالة الصحية لموقعك. انت لازم تكون متأكد ان موقعك خالي من المشاكل الفنية وتصميمه يسمح ليك بمنافسة غير مقيدة على الكلمات المفتاحية المختلفة. وانا في الحقيقة بنصح اي حد عايز ينشئ مدونة او صحيفة إلكترونية جديدة انه يبدأ بوردبريس. ووردبريس دي منصة متخصصة في انشاء المواقع الإلكترونية. الميزة فيها ان انت مش بتحتاج خبرة كبيرة جدا في البرمجة علشان تعمل موقع جيد ومؤهل لمحركات البحث، بس يستحسن قبل ما تستخدمها انك تعمل شوية ريسيرش عن المنصة دي علشان تفهم ازاي بتشتغل وازاي تقدر تصمم عليها موقعك بدون اي اخطاء. في بداية انشاء موقعك الصحفي انت محتاج ل3 صفحات على موقعك يكونوا موجودين قبل ما تعمل اي حاجة، وهم صفحة من نحن، ودي زي ما باين من اسمها صفحة بتتكلم عن صاحب الموقع او المؤسسة اللي اسست الموقع. من خلال الصفحة دي الزائر بيتعرف على كل حاجة ليها علاقة بالصحيفة او الموقع. اما الصفحة الثانية فهي صفحة التواصل. اما الصفحة الثالثة فهي صفحة الخصوصية. كل موقع على الانترنت لازم يكون ليه صفحة خاصة بيه بتعبر عن سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع. في الصفحة دي بيكون في حقوق للموقع وبتكون متعلقة اكتر بحقوق النشر، فلازم توضح الموضوع ده في الصفحة دي.